مساء الخير عليكم عشاق وجماهير النادي المصري في كل مكان. بلا شك المصري هيلاعب الأهلي، ومباراة هتكون في غاية الصعوبة. مش عارف ايه حكاية الأهلي يفضل نايم نايم طول السنة، ويجي على ماتش المصري والإعلام لازم عودة الروح للنادي الأهلي، لازم النادي الأهلي يغلب، لازم اللعيبة تعمل مباراة جامدة. لازم اشمعنى يعني ماتش المصري ان الاعلام فيه بيتحرك، ولازم الاهلي يعمل مباراة جامدة؟ ليه يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه في ايه يعني بالظبط يعني؟ وعودة الروح، ولازم نغلب النادي المصري، ولازم مش عارف ايه. حتى سيف زاهر مستضيف ابن بورسعيد محسن صالح قبل المباراة امبارح. كيف يفوز الاهلي؟ كيف يعود الأهلي للانتصارات؟ وأنا بلوم محسن صالح. إزاي يعني؟ أنت يعني رايح يعني إيه يعني؟ أنت ضد بورسعيد يعني ولا إيه يعني؟ ده أنت بورسعيد يا راجل. وكيف يفوز الأهلي؟ خلاص يعني الروح والعزيمة ما بتصحاش إلا يوم ماتش المصري. ده الإعلام كله بيحفز الأهلي إن هو يفوز على المصري. هي الحكاية دي. طبعا ربنا يستر من الماتش، لأن ولا فيه حكام أجانب ولا فيه يحزنون، والحكم المصري هو اللي هيحكم. وطبعا بالذوق بالعافيه، وربنا يعني ما اعرفش، لان طبعا الواحد متخوف من المباراه دي، لان طبعا استحاله استحاله ان المصري هيغلب في وجود حكم مصري. ده الاعلام والدنيا كلها ملهاش سيره عوده الروح للنادي الاهلي، والمباراه دي هي المباراه الاهم في الدوري. يعني ليه هي المباراه الاهم؟ طب ما انت بتلعب من اول الدوري، المباراه اهم ايه؟ ولازم يغلب. هي دي الفيصل الوحيد. هي دي مش عارف ايه. حاجة غريبة في منتهى الغرابة. كل ما يجي ماتش المصري، دي الفيصل الوحيد، ودي عنق الزجاجة، وده اللعيبة لازم تفوق. ولو غلبت هتبقى لاعيبة على مستوى عالي. فربنا يستر وربنا يسهلها للنادي المصري. شكرا.